اندفعت في ردود فعلك وبعدها اكتشفت ان كان رد فعلك ده زيادة عن اللزوم جدا، والموقف ما كانش محتاج خالص كل رد الفعل ده. طب كم مرة اتسرعت في قرار قلته أو كلمة قلتها ونتج عنها إنك خسرت علاقتك بين أطراف معينة؟ التحكم في الاندفاعية هي قدرتي على إن أنا أقاوم أو أأجل رغبة قوية في شيء ما، زي إن أنا أقاوم إن أنا أفقد أعصابي أو أتنرفز على حد قدامي. ببساطة هي إن أنا أقاوم أي تصرف متهور أعمله بدون أي تفكير. الاندفاعية مش بس بتشمل فقط المشاعر المؤلمة زي الغضب والعصبية والغيرة، ولكن ممكن كمان بتشمل الرغبات اللحظية زي زيادة تناول الأكل، بالإضافة للتصرفات اللي ممكن أقوم بيها وبالحاجات اللي ممكن أعملها من غير أي تفكير. دي كلها كفاية إن هي تسبب ليا توتر. طيب أعمل إيه لما يكون فعلا في موقف بمر بيه وأنا بندفع جدا، سواء بردود أفعال أو غضب أو أي حاجة ممكن أعملها بدون تفكير وبتهور؟ شوية خطوات بسيطة كده. أول حاجة، ناخد نفس عميق. بجد تمارين التنفس دي بتفرق جدا وبتسمح للأكسجين إن هو يدخل في جسمنا كله، وبنلاقي بعد شوية إن احنا هدينا عن لحظة الاندفاع اللي كنا حاسين بيها. تاني حاجة، افتكر دايما إن العائد اللي بيحصل نتيجة اندفاعك الغلط ده هيكون عائد لحظي وممكن ينتج عنه خسائر كتير. اتعلم تسمع وتسمع للآخر بهدف تقييم الموقف، مش بهدف إن أنا مستنيك تخلص كلامك عشان أرد عليك. بلاش نورط نفسنا في وعود متهورة وإحنا عارفين إن إحنا ممكن ما نكونش قدها. التحكم في الاندفاعية كمان بيشمل مغريات تانية كتير زي الأكل والشوبينج. فلو نفسك مثلا بتضعف قدام أكل معين وما بتقدرش تعمل عليه كنترول، جرب تصوم أو جرب تدخل في جروبات دعم عشان تقدر تغير من عادات حياتك وتخليها عادات أكتر صحية. كذلك الشوبينج، قبل ما تتهور وتشتري حاجة اسأل نفسك ما مدى احتياجك ليها. مش متأكدة ان الخطوة دي هتنفع قوي لان احنا كلنا ضعاف قدام الشوبينج، بس المهم ان احنا نحاول. لو متعود انك ترد على طول او اول ما حد بيطلب منك طلب بتجري وتوافق على طول، حاول ان انت تعد لغاية 5 قبل ما ترد عشان تدي لنفسك فرصة ان انت تتأكد من القرار اللي انت هتقوله. مهارة التحكم بالاندفاعية محتاجة مقاومة ومجاهدة نفس، بس اكيد مع الاستمرارية انت بنفسك هتلمس الفرق في حياتك.